عارفة ان ناس كتير مش بتحب السبانخ، بس في وصفتي النهاردة هتحبوها وتاكلوها. بجد وصفة مختلفة وطعمها خطير، ومش هتحسوا بطعم السبانخ، متأكدة هتعجبكم. اول حاجة في وصفتنا هنبدأ نتبل الفراخ. تبلتها ده حوالي نص كيلو صدور فراخ. تبلتها بملح وفلفل وبابريكا وهنسيبها على جنب. وبعد كده هنبدأ نعمل البشاميل. اول حاجة هنا معايا 4 معالق زبدة مع زيت، عليهم 4 معالق من الدقيق. هقلبهم كويس لحد ما ياخدوا لون حلو. وبعد كده هوطي النار وهبدأ أضيف اللبن. هضيفه كله مرة واحدة، ومهم جدا اللبن يكون بدرجة حرارة الغرفة. هضيف حوالي 1.5 لتر لبن. وطبعا هنملح وهنضيف فلفل اسود. وبعد كده هعلي النار واقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه، قوام متوسط وكويس جدا. بعد كده هنبدأ نسوي الفراخ في طاسة سخنة. هنبدأ نحط الزبدة، وبعد كده هنسوي الفراخ على الجنبين. هي هتبقى حوالي 3/4 سوا. هتاخد حوالي دقيقتين على كل جنب. وبعد ما تاخد اللون الحلو هنطلعها كلها، وطبعا هنسويها على مرحلتين. وفي نفس الطاسة هضيف بصلاية متوسطة، وهقلبها تاخد من كل النكهات اللي في الطاسة بتاعتنا. وبعد كده هنضيف الخضار بالتدريج. اول حاجة هضيفها هي الجزر، وبعد كده هنضيف معلقة من الثوم وهنقلبهم مع بعض. وهنضيف السبانخ الفريش، وممكن كمان نستخدم السبانخ المجمدة، وطبعا زي ما تحبوا. وهنضيف فلفل اصفر او اخضر او احمر، دي اختياري. وهضيف التوابل ملح وفلفل، وبحب اضيف شوية فلفل حار، بتديله طعم حلو قوي. وهاخد معلقتين كبار من البشاميل وهضيفهم على الخضار، هتدي الخضار قوام حلو قوي. وبعد كده نحضر الصينية، هنضيف فيها المكرونة المسلوقة، وهضيف عليها حوالي نص البشاميل. هستخدم نص البشاميل على المكرونة. زي ما انتوا شايفين قوام البشاميل متوسط. وبعد كده هضيف جبنة موتزاريلا، دي اختياري، وهقلب كله مع بعضه. وهبدأ أضيف الخضار على الوش. هرص الخضار كله على الصينية بتاعتنا. واخر حاجة هضيفها هي الفراخ، قطعتها بالشكل ده شرايح، ممكن تسيبوها زي ما هي زي ما تحبوا. انا قطعتها بالشكل ده وهضيفها على الوش. واخر حاجة هي طبقة البشاميل الاخيرة. هحط كله في الصينية، وشوية موتزاريلا على الوش. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 190، الرف وسط، لحد ما تستوي والجبنة تسيح وتاخد لون حلو. جربوا وصفتي النهاردة ومتأكدة ان هي هتعجبكم.